محشي الكوسة خفيف جدا ما شاء الله، بحشوة جميلة هتعجبك بإذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم ويكون خفيف كده على قلبكم. تابع معايا الوصفة للآخر وقولوا لي رأيك فيها. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهارده هنعمل مع بعض محشي الكوسة زي ما انت شايفة كده، طالع جميل بسم الله ما شاء الله، مظبوط جدا وطعمه تحفة. وهنعمله بحشوة جميلة جدا مختلفة خالص وخفيفة هتعجبك بإذن الله. يلا بينا. هنجيب كده الكوسة اهي، الكوسة بتاعتنا طازة وجميلة اهي. هناخدها كده هنخربشها بالشكل ده زي ما انت شايفة اهو. خربشتها كده بالمقوار او بشوكة، ما بقشرهاش، انا بخربشها كده بس بالشكل ده كده زي ما انت شايف اهو. هوريك ازاي اهو. دي الكوسة بتاعتنا، ما كنتش رفيعة اوي ولا تخينة قوي اهو. هوريك المقوار بالجهة اللي هي فيها مشنشرة كده اهي، انا عملتها بيه بالشكل ده كده. هاخد الكوسة بقى وهقورها برضو بالمقور اللي انا وريتهولك ده كده. تطلع معايا جميلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، واحنا مش هنرمي اللي احنا هنطلعه من الكوسة اللي من قلبها ده، مش هنرميه اهو. اللي بيطلع منها ده احنا هنستخدمه، مش هنرمي منها اي حاجة لانه طعمه احلى من الكوسة نفسها كمان. هقولك هنعمل فيه ايه وهوريك هنعمله ازاي. هناخد كده نقور الكوسة محشي الكوسة ده بيبقى خفيف جدا، والكوسة عامة خفيفة في الأكل كمان عن أي حاجة تانية، وسهلة ومتاخدش وقت خالص، مش زي المحشي الكرنب بقى تقعدي تلفي ورقة ورقة ولا تعملي الحاجات دي بقى. هتقوري الكوسة وتعملي الحشوة في ساعتها ما شاء الله، مبياخدش وقت في التسوية أصلا برضو كمان، تسويته سهلة جدا وسريعة. هنروح بقى نعمل حشوة كده مع بعض، هنشوف هنعملها ازاي. ادي الحشوة بتاعتنا، حمرت الشعرية، احنا هنحشيه بالشعرية مش بالرز. وحطيت الخضرة وعملت بصلة كده بملح وفلفل وبهارات ومعاها كام فص توم، هقلبهم كده مع بعض. حشوة الشعرية دي جميلة جدا ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، خفيفة ومهما تاكلي منها مش هتشبعي وتحسي ان انت خفيفة كده وايه، ومش بطنك وجعك ولا حاجة من كتر الاكل. هتاكلي كتير يعني كتير، كمية مهولة ما شاء الله. هننزل كده بقى بالصلصة معانا المتسبكة اهو. لو ما جربتيش الكوسة بالطريقة دي جربيها وهتدعيلي ان شاء الله، هتعجبك جدا. قلبنا بقى كده الصلصة والشعرية والمكونات اللي احنا حطاها مع بعض اهو بالشكل ده. والقلب اللي احنا طلعناه من الكوسة اخدناه وحطينا عليه بهارات وشوية من البصل اللي احنا عملناهم مع الحشوة، وهنقلبها كده بالشكل ده، وهنفرشها في قاع الصينية من تحت. مش هنرمي منها اي حاجة لان ده بيبقى طعمه تحفة ما شاء الله، جميل جدا. هناخد بقى الكوسة وهنحشيها كده اهو بالشكل ده، مش هنملاها للاخر. الحشوة بتاعت الشعرية دي بتبقى خفيفة اوي وطعمها جميل، هتعجبك بإذن الله، واتمنى الوصفة تكون تعجبك. بعد ما خلصنا كده حشو بالشكل ده هناخدها بقى اهو، وحطينا عليها شوية من الصلصة وشوية شوربة او مية وبهارات، وهنحطها بقى على البوتاجاز تستوي شوية زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. منظرها كفاية وريحتها بتجيب اخر الدنيا. هنسيبها بقى لما تكمل تسوية، واخدها بقى واديها الفرن اهو بالشكل ده، تاخد وشي هناك كده في الفرن وبتطلع معايا تحفة كده جميلة ما شاء الله، طالعة بتتكلم عن نفسها. انت عاملة معاها فراخ. اتمنى الوصفة تكون عجبكم وجربوا طريقتي في محشي الكوسة او الدولمة العراقية، ان شاء الله هتعجبك. سموها عندكم ايه، قولوا لي ايه هي اسمها عندكم ايه
في البلد اللي انتوا فيها. مع السلامة.